يلا عفيف السؤال الأولاني. عادي يصف اتجاه القوى المركزية والتسارع المركزي في الحركة الدائرية المنتظمة. اسمها الوحدة الأولى. قال لي بس ده اختبار تجريبي على المقرر كام؟ القوة الأولى. المركزية والتسارع المركزي، القوة في اتجاه المركز والتسارع في اتجاه المماس. الأولى. يا حاج عفاف، اسمها قوة نعم. مركزية. قوة مركزية يعني في اتجاه مركز، واسمه تسارع مركزي يعني في اتجاه مركز. أما السرعة أوكي. اسمها سرعة مماسية يعني في اتجاه المماس. ماشي. فكده ماشي. القوة في اتجاه المركز والتسارع في اتجاه المركز، الاتنين في نفس الاتجاه في اتجاه المركز. سما السؤال التاني. دراجة هوائية تتحرك بمسار دائري نصف قطره 30 متر، تكمل 3 دورات في دقيقة. كم تكون سرعتها الزاوية؟ 3 دورات في دقيقة، عايزين نعملها 3 دورات في ثانية علشان تبقى التردد. هات فهنقسم التردد. هنقسم 3 على 60، وبعدين نضرب 1 على 20 الناتج، يعني في 2 باي. هتبقى 0.314 ثانية واحدة. يعني 2 باي ضرب 1/20 هتبقى 0.314. السؤال اللي بعده يا بيان. يصمم دوار أفقي محيط 150 متر بحيث السرعة الآمنة 30 كيلومتر في الساعة. ما مقدار معامل احتكاك الطريق؟ بده الميو كي حتساوي في تربيع على ار في جي، والفي حنحول 30 حنضربه أم، بألف على 60 ضرب 60، صح؟ على 3600، ممتازة. اللي احنا كنا بنعملها خطوة واحدة. وبعد أم، على الار كام؟ الآر. حلو الآر. نصف عطاني القطر. محيط هو عطاني محيط، هي 2 باي ار، صح؟ ممتازة. 2 باي ار ايه. بيساوي ف 125. ايه حنقسم على 2 باي، تمام. حتطلع 19.9. ممتازة. نعوض تحت 19.9 ضرب الجي 9.8 يطلع الناتج. ليش حطيت 5 على 18؟ مش انت ضربت في 1000 على 60 في 60 اللي هي 3600؟ ايه، هي اختصار. اه. 5 على شو؟ 18. طلع 0.35. طبعا هنا انا لازم احول السرعه المتر على الثانيه، لان نصف القطر بالمتر والتسارع بالمتر على الثانيه تربيع. فضربنا في 1000 اللي هي تحويلة الكيلومتر المتر، وضربنا في 60 في 60 اللي هي 3600 تحويلة الساعه لثانيه. طلعنا السرعه بالمتر على الثانيه، ربعنا وقسمنا على الار جي، طلعنا قيمه الميو. لو كان مديني الاوميجا في المساله، فكنت استخدمت قانون معامل الاحتكاك بيساوي الاوميجا تربيع ار على جي. الاتنين بنستخدمهم في حساب معامل الاحتكاك. خليك فاكر ان معامل الاحتكاك ده بيساوي ايه؟ بيساوي النسبة بين القوة المركزية اف سي ووزن الجسم اللي هو ام جي. النسبة بين القوة المركزية ووزن الجسم هو معامل الاحتكاك. لو سألك فيها وقال لك هل الجسم بيكمل حركته في المسار الدائري ولا لا، اتفقنا لو معامل الاحتكاك أقل من واحد يبقى هيكمل. لو طلع أكبر من الواحد يعني مش هيكمل حركته في مسار دائري. السؤال اللي بعده يا روان. قمر صناعي كتلته M يدور على ارتفاع 3R عن الأرض، عن سطح الأرض. انخفض إلى مدار يرتفع مسافة R عن سطح الأرض. ما مقدار التغير في طاقة الوضع للقمر الصناعي؟ تكون 4، اللي هي على 4R. دي نعم. خطأ. أيوه. ليه؟ أو استني هنشوف. أنت عملت إيه طيب؟ أول حاجة حطينا اللي هو لا، إنه هتبقى صح. هتبقى صح. عملت إيه بقى؟ اللي هو هيكون من هحسب الأول اللي هي تكون على 3، كانت الأول على 3R، تمام. وبعدين انخفض ل1R بس، وبس يعني. هي الفكرة كلها أصلا إن الار واحد دي ب4 ار، والار اتنين دي الار سمول ب2 ار، لأن هو مديني الارتفاع أو البعد عن السطح. صح؟ أيوه. طيب عشان أجيب الدلتا اي بي بقى، القانون ثابت. سالب الجي ام كابيتال ام سمول، هفتح قوس، 1/الار 2 ناقص 1/الار 1. تعال نعوض. سالب جي ام كابيتال ام سمول، 1/2 ار ناقص 1/4 ار. هاخد الار دي عامل مشترك بره اهو، هيتبقى لي نص ناقص ربع، صح؟ أيوه. نص ناقص ربع بربع، يبقى سالب جي ام كابيتال ام سمول على ال4 ار اللي هي سي. القانون ده ثابت دايما وانا بحسب التغير في طاقة الوضع، بدل ما احسب كل واحدة فيهم لوحدها بعدين اروح اطرح يا روان. لو بترتاحي انك تحسبي كل واحد منفصل بعد كده تطرحي،
مفيش اي مشكلة خالص. تمام. بس يا مستر انا قلت ان دي بس عشان على ارتفاع، وفي ار تانية اللي هي بتاعت نصف القطر والمسافة، وبس طرحتهم من بعض. لا ما ينفعش، هي يعني مثلا لو قلت لك ده 2 ار وده ار، تطلع الناتج كام؟ أم... هتطلع على 3 ار. غلط، المفروض تطلع على 6. ليه؟ لان هيبقى ساعتها واحد على الاتنين ار ناقص واحد على 3 ار، لما اطرح نص ناقص تلت يدينا سدس. فهي ظبطت معاك هنا بس بيلق كده، يعني مش كقاعدة اساسية. القاعدة الاساسية ان انا بقول واحد على الار التانية ناقص واحد على الار الاولى، تمام. والار دي هي البعد من المركز مش البعد من السطح. تمام. ممتاز، يلا يا سما. رقم 6. 5. هو 5 مش معاه. تخامد ملغي، اه ماشي 6. نظام كتلة نابض كتلته المعلقة 0.5 كيلوغرام، وثبت النابض 40. يتأثر بقوة دورية خارجية. أي الترددات التالية تحقق حالة الرنين. رنين ملغي 7. الشكل المجاور يوضح اهتزاز بندول بحركة أفقية بسيطة. السعة 4 سنتيمتر، والارتفاع 1.6 مليمتر، وعايز السرعة القصوى للنظام هي الفي ماكس. الفي ماكس بتساوي ايه قانونها؟ الأوميجا في إيه؟ فاكرين القانون ده الساعة لما هتبقى 4 ضرب 10 أس -2 ضرب الأوميجا. لو فاكرين اكدت على القانون ده وانا بشرح وقلت لكم جه سنه واحده بس من السنين اللي فاتت، لما اديك الاتش واديك الاي واطلب الاوميجا او التي او الفي ماكس، لازم استخدم قانون ال كان بيساوي ال يا سما عشان اجيب طول الخيط. الاي تربيع على الاتنين اتش مهم. طيب الاي بكام؟ ب4 ضرب 10 -2. 4 في 10 أس سالب 2 تربيع على الاتنين، الاتش كام؟ 1.6 ضرب 10 أس -3. يطلع معانا طول الخيط كام؟ هيطلع 0.8. طيب معانا طول الخيط ب 0.8 متر. الزمن الدوري قانونه ايه؟ ده 2 باي جذر ال على الجي. ممتاز، عوضي يلا. 2 باي جذر ال ب 0.8 على الجي 9.8 يطلع كام؟ هيطلع 1.79. 1.79. طب ده التي، يبقى الأوميجا كام؟ هنعمل 2 باي على 1.79. تمام، يطلع معاك الأوميجا كام؟ 3.5. 3.5 والوحدة رادع على الثانية. عوضي يلا، 4 آه، في 10 أس سالب 2 في 3.5. هيطلع 0.14. تمام. تمام. هو طالع كام؟ 0 كام؟ 14. يبقى انت مقربه في الارقام اللي فوق دي كلها يا سما. لا ما قربتش، بس يمكن أنا خدت رقم واحد. ايوه ماشي، ما هو رقم واحد الرقم، انا قايل لك خدي كام رقم بعد العلامه. 3. بس هو ده اللي فارق معاكي في الناتج. بس هتطلع كام بقى؟ يبقى لازم تحسبيها من اول التيم من اهو. يا اما تمام. تيجي في قانون الفي ماكس مره واحده على طول، هيساوي التو باي على التي ضرب الاي، تعمل لي 2 باي جذر 0.8 على 9.8 وما تكتبيش الناتج، تقولي 2 باي على انصر ضرب الأربعة في 10 أس سالب 2. يبقى أنت كده ولا قربتي ولا خدت 3 أرقام، أنت خدت كل الأرقام اللي على الآلة، ساعتها هيديكي ناتج من الاختيارات أكيد. تمام. هو هيطلع 0.17 تقريبا، أو مش متذكر يا الأولى يا التانية، بس تقريبا 0.17. السؤال اللي بعده، يلا روان. آه قمر متزامن كتلته 2000 كيلو جرام يدور حول الأرض. احسب ارتفاع القمر عن سطح الأرض. طيب هو مدينا. هو أنت عارفة قبل ما تعوضي يا روان هيطلع كام الرقم ده؟ نعم، اللي هو ارتفاع القمر من 3.7 أس 3. بس لا، أس 7. 3.6 في 10 أس 7. المفروض قبل ما أعوض الناتج 36,000 كيلو، اللي هو 3.6 في 10 أس 7 أو رقم قريب منه، حاجة بسيطة. هنا عشان أجيب الاتش لازم أجيب الار، صح؟ أيوة. قانون الار إيه؟ بدلالة الزمن الدوري وكتلة الكوكب والجي. ثواني. هيكون جذر تكعيبي. أيوه ممتازة. آم، الفور باي سكوير تحت. الفور باي سكوير تحت، والبسط جي ام تي تربيع. يلا نعوض. جذر تكعيب، الجي 6.67 في 10 أس سالب 11، الام 6 في 10 أس 24، التي هي كام؟ اللي هي 24 ضرب 60 ضرب 60. ممتاز، تربيع على الأربعة باي تربيع، يطلع معانا الار بكام؟ ثواني. 956.7 ضرب 10 أس 3.
956.7 ضرب 10 أس 3. أيوة. لا مستحيل، الرقم ده غلط. ثواني ثواني. ما حطيتيش تربيع على التي ممكن. أيوة، 42.2 ضرب 10 أس 6. أيوة ده صح، هيطلع معانا 42 بوينت كام؟ 2.9 ضرب 10 أس 6. ضرب 10 أس 6، يبقى ال H تساوي ار سمول ناقص. هطرح منها الآر. بالظبط كده، يبقى 42.29 ضرب 10 أس 6 ماينس 6.4 في 10 أس 6، يطلع كام؟ 35.8 ضرب 10 أس 6. 35.8 ضرب 10 أس 6 يعني 3.6 تقريبا في 10 أس 7 متر، يبقى الناتج بتاعي صح. شدة مجال الجاذبية جي، قانون الجي اسمه ايه؟ أم... بيساوي الجي كابيتال في الام كابيتال على الار سكوير. ممتاز، الجي ستة كابيتال. بوينت 6.6 ثواني، 6.67 ضرب 10 أس ماينس 11 ضرب ضرب 6 ضرب 10 أس 24 على على 6.4 ضرب 10 أس 6 سكوير. وقعت في الفخ ليه؟ 6.4 ده ار كابيتال. هو القمر الصناعي ده موجود عند الار كابيتال ولا الار سمول اللي انت حسبتيها؟ الار سمول. يبقى 24.4.29 ضرب 10 أس 6 تربيع. ثواني، هيطلع 0.47 تمام. متر على الثانية. تربيع، عشان ده تسارع. التسارع المركزي هيختلف عن شدة مجال الجاذبية. لا. هما الاتنين نفس الحاجة، ال AC بتساوي ال G بتساوي 0.47. لو عايزة تحسبي ال AC من قانونه، فال AC هيساوي V تربيع على R. لو حسبت ال V اللي هو جذر ال G في ال M على ال R، أنا ما خدتش بالي إن هو عايز كده بس بعوض. جذر ال G في ال M على ال R تربيع على الار سمول، تربيع يطير الجذر ويطلع لي جي ام على ار تربيع. هو مش ده اللي أنا لسه حاسبه؟ صح. مم. فالاي سي هي شدة مجال الجاذبية الاتنين لو طالبهم لقمر صناعي، والسرعة الممسية هي السرعة المدارية للقمر الصناعي. كملي سؤالك. بيقولك بيسمى القمر الصناعي المتزامن اللي بيدور، اللي بيبدو ثابت للمشاهد من الأرض بالقمر الصناعي ذو المدار الثابت. ايه هما الشرطين اللي يخلوه ثابت؟ إنه بيكون ده اللي هو المتزامن. انا بقول ثابت. آه يعني بيكون بيدور حول مركز الأرض. كلهم بيدوروا حوالين المركز، بس الاستخدامات اللي بيميز القمر الثابت ايه؟ انه فوق خط يدور. الاستواء. ايوه، في مدار محدد عند نقطة على خط الاستواء. وزمنه الدوري 24. بالظبط كده، ان الزمن الدوري له يساوي مدة دوران الارض حول محورها اللي هو 24 ساعة. طب الاستخدامات بتاعته ايه؟ الاتصالات واللي هي البث التلفزيوني. بس الإذاعة والتلفزيوني ما ننساش الأعاصير والعواصف عشان هي اللي مكتوبة في الكتاب. ماشي. تمام. قول يلا بيان. آه، بيان. انظر الشكل المجاور الذي يمثل تغير السرعة مع الزمن بنادول يهتز بحركة توافقية، وأحسب ما يلي. أحسب سعة الاهتزازة. السعة A. هو عطاني V، هطلع من ال V ال A. V الفي بتساوي مكتوب كده. أوميجا في A. وشو اسمه، وال V هي 8 بتساوي الأوميجا رح تكون هو الفي ماكس ب8. A. رح تكون الأوميجا، رح طلع أوميجا بعدين أعوضه بالقانون. طب الأوميجا كام؟ الأوميجا رح تكون 2 باي على 4، يعني باي على 2. باي تمام. على باي على 2 ضرب ضرب، لا تقسيم صح. أيوه، الإي ماكس بفي ماكس على الأوميجا، آه. يعني 8 على باي على الاتنين يطلع ب16 متر. آه. طول طول خيط الخيط. طول الخيط اللي هو ال V بتساوي تربيع بعدين S على V تربيع. لا، G على V تربيع. صح. الجي تي تربيع على الأربعة باي باي. تربيع. الجي كام؟ الدي 9.8 والتي 4 على 4.2. يطلع كام؟ 7.9. الفلو اللي بعده. طاقة الوضع عند الزمن 2. أم، قانون طاقة الوضع ايه؟ اللي هي المرونية نفسها. ايوه،
نص ام نص اوميجا ام اوميجا تربيع في اي تربيع ساين اوميجا في تي. اوميجا تي. ما نيجي نعوض هنعمل نص ضرب الكتلة. طب انا معايا كتلة. لا. طب اعمل ايه؟ طلعة هتجيبها منين؟ من ما بعرف، ما حنجيبه. مش هجيبها ليه؟ هو اصلا مفيش اي حاجة في السؤال تعرف تجيبي منها كتلة. طب انا هحل السؤال ازاي ومعيش كتلة؟ لما تلاقي السؤال وقف كده يا بيان، اعرفي ان الرسمة فيها حاجة. ليه؟ بص على الرسمة كده، عنده الزمن اتنين، السرعة كام؟ سالبة. السرعة قيمة عظمى، صح؟ اه، فحتكون يعني صفر. معنى، ايوه كده، يبقى طاقة الحركة اي كي المفروض ماكس، يبقى الاي اي طاقة الوضع المرونية عند الوضع ده صفر. فالمفروض ده من غير حسابات، هو جايبها مش مديني كتلة، عشان المفروض مش هحسب، فالمفروض تطلع على طول بزيرو من غير تعويض. طب اللي بعدها. اكتب معادلة السرعة مع الزمن واحسب السرعة عند الزمن 0.6. معادلة السرعة V بتساوي أوميجا في A في كوزين أوميجا في T. تمام، اوميجا في ايه بكوزين الاوميجا تي. طبعا الفاي هنا صفر لان السرعة آه، بادئة من ماكس. الاوميجا أوميجا باي على 2. الايه كام؟ أم 16. آه، وكوزين هي بعدين 16 على باي، خلي بالك، 16 على باي كده. ماشي كمل كوزين. بعدين حنحط كوزين شو اسمه باي على 2 وبعدين حنعوض 0.6. 16 على الباي ضرب التي اللي هي ب0.6. ماشي. هي باي على 2، الأوميجا باي على 2. كرم مين شايف وصلة الكهرباء من برا؟ ماشي، يطلع معانا كام؟ أم شايف وصلة الكهرباء؟ واحد على 2 بعدين يا جماعة مين ذاك 4.7. العمال يعني؟ 4.7 متر على الثانية. برا الوصلة هنا سؤال إيه؟ ارسم منحنى التسارع مع الزمن. التسارع اللي هو ال A. أيوه. أم لما تكون ال V أعلى الشيء التسارع، بيكون صفر. تسارع صفر. عايز أعرف بقى التسارع طلع عظمى موجبة ولا سالبة؟ بصي على قيمة السرعة. لو إيه، السرعة عظمى موجبة التسارع يبقى رايح للسالب. السرعة اللي أنا بدأت منها موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى التسارع نازل لتحت. سالب. والازاحه كانت المفروض تبقى طالعه لفوق. ده اكس لو عايز أم، نرسم اكس، ده ايه لو عايز نرسم ايه، والاي والاكس الاتنين فرق الطول بينهم 180. تمام. إيه. يلا يا سما. سما. الشكل المجاور يمثل تغير الطاقة مع الإزاحة لضم كتلة النابض. نوع الطاقة التي يمثلها كل المنحنيين واحد واثنين. آم، واحد طاقة الوضع و أيوة، واحد طاقة الوضع والاثنين طاقة الحركة. واحد طاقه الوضع. حرام عليك يا سما. يبقى العكس. ايوه طبعا، اللي بادئ من طاقه صفر عند اقصى ازاحه حركه، والتاني اللي بادئ من قيمه عظمى وضع. مقدار الطاقه الكليه أيوة. كام؟ 1.2. ماشي، 1.2 جول. سي. احسب مقدار طاقة الوضع المرونية والطاقة الحركية عندما تكون الإزاحة مساوية لربع ساعة الاهتزاز. الازاحه ربع الساعه، يعني الاكس ربع الايه. يعني ربع في 6 ضرب قانون 10 أس -2. قانون ايه؟ قانون الاي اي بدلالة الازاحة. نص في M. اوميجا تربيع اكس تربيع، صح؟ أيوة. شيل الاكس واحط ربع الايه، يبقى نص ام اوميجا تربيع. الاكس ربع تربيع يعني 1/16 اي تربيع، صح يا سما؟ أيوة. نص ام اوميجا تربيع اي تربيع، ده مين؟ ده الإزاحة. الطاقة الكلية. ازاي الازاحة؟ نص ام أيوة. تربيع ايه تربيع، ده الطاقة الكلية اللي هي 1.2 ضرب 1/16، يطلع كام؟ هيطلع 0.075. زيرو بوينت كام؟ 0.75. والواحدة جول. طاقة الحركة. نص في M. ف الطاقة الكلية ايه توتال ناقص طاقة الوضع. أيوة، هيبقى 1.2 ناقص 0.075. تمام، يطلع الناتج 1.125. جول. خلي بالك يا سما، انا معيش ولا الام ولا معايا الاوميجا، بس اقدر اطلع الام اوميجا على بعضها تربيع من الكي. من قانون مين؟ معايا الاي توتال ومعايا السعة، فاقدر اقول له الاي توتال بيساوي نص الكي اي تربيع، يعني 1.2 هيساوي نص الكي
ضرب الستة في 10 أس سالب 2 تربيع، فأقدر أطلع الكي. وممكن أستخدم الكي في الحسابات تحت عادي. إن أنا كنت ممكن أقول له إن الإي إي بتساوي نص الكي إكس تربيع، يعني نص ضرب الكي اللي أنا طلعتها من فوق في التعويض ضرب الإكس ربع في 6 اللي هي 6 على 4، يبقى 6 على 4 في 10 أس سالب 2 تربيع، من غير ما أكتب القانون. اي حل هتمشيه كون ان انت تجيبي معلومات او تستخدمي قيمة الاي توتال صح. تمام. تمام. فل الفل. يلا يا روان. في الشكل المجاور كتلتان معدنيتان متلاصقتان، الأولى كتلتها 200 جرام ونصف قطرها 10 سنتيمتر، والثانية كتلتها 3 أضعاف كتلة الأولى ونصف قطرها 20 سنتيمتر. ما مقدار قوة التجاذب الكتلي المتبادل بينهما؟ الإف جي اللي هي جي في الإم في الإم على الآر تربيع. هتكون هنا 6.67 ضرب 10 أس -11 ضرب 200 ضرب 0.2 ضرب 0.2 ضرب 3 قسمة ايه ده؟ مم. وليه مديني نصف القطر؟ عشان الار المسافة بين مركز الكتلتين هيبقى مجموع أنصاف الأقطار، بس الكتلة التانية كام؟ 0.2 ضرب 3. تمام، يعني 0.6. اه يبقى هنا سالب الاف بتساوي الجي 6.67 في 10 أس سالب 11 ضرب 0.2 ضرب 0.6 على نصف القطر ده 0.1 10. زائد 0.2. تمام، اللي هو 0.3 تربيع، يطلع كام؟ ثواني. 8.89 ضرب 10 أس -11. 8.89 ضرب 10 أس ماينس 11 نيوتن. نيوتن. وضحي ايه المقصود بجهد الجاذبية. مقدار طاقة الوضع لكل 1 كيلو جرام، عشان بيقاس موقعها بوحدة داخل مجال الجاذبية. بيقاس بوحدة. ال الجول على كيلو جرام. طب بيقول لك احسبي جهد الجاذبية الكلي عند نقطة التلامس بينهم. الفي جي اللي هو سالب الجي في الام على على الار. تمام، الفي جي اللي هو سالب الجي في الام على الار، بس انا عندي 2 في جي، يبقى هجمعهم نعم. الاتنين. ممتاز، ام 2 على ار 2، وده ام 1 على ار 1. طبعا وعوض سالب 6.67 في 10 سالب 11 في الكتلة 0.2 على البعد الأولاني 0.1 ناقص 6.67 في 10 أس سالب 11 ضرب 0.6 على كم؟ 0.2. 0.2 عشان 20 سنتي، والناتج يطلع بوحدة الجول على الكيلو جرام. ممتاز. هي يلا. الأسئلة دي بتيجي، يعني الحاجات دي بجد بتيجي في الامتحان؟ ايوه عادي، انت ما تضمنيش اللي هحط لك لا، الامتحان قصدي هيجي. من أول الامتحان كله. ايوه تيجي عادي، كلها اسئله جت ده اختبار تجريبي اصلا، اختبار في المدرسه، بس اختبارات المدارس التجريبيه بتكون اعلى من اختبار النهائي ممكن، يعني في المستوى وعلى حسب المدرسه. يعني مش كل المدارس اختباراتها بتكون عاليه. في السنه اللي فاتت كان في مدارس اختباراتها عاليه، مدرسه مصعب كان اختبار التجريبي بتاعها صعب. مدرسه الشمال الاختبار التجريبي كان بتاعها صعب. في مدارس تانية زي الدوحة ومدرسة خليفة تقريبا، مدرسة محمد بن عبد العزيز، مدارس تانية كان اختباراتها التجريبية عادية. بس كل طبعا مدرسة بتحط اختبار تجريبي بتقيس حاجة معينة في الطلبة بس ليس إلا يعني. بس انت كده كده بتدربي نفسك على كل حاجة، لأن أيا كان الاختبار ده، يعني أيا كان السؤال صعب ولا سهل فهو في مضمون المقرر. كون إن هو لسه في مضمون المقرر فدي حاجة عادية، وارد جدا تيجي، مش صعب إن هي تيجي أبدا. وغالبا لو الامتحان كله مش هيكون صعب فأكيد هيكون فيه فكرة. هتلاقي سؤال تقيل مش أي طالب يحله عشان يقدر يميز بين الناس اللي هتجيب علامات كاملة والناس لأ. تمام. تمام. فما تقيسيش امتحان بمستوى الامتحان هو ده يجي زي الامتحان النهائي. لا، انا بتعلم افكار جديده بس وخلاص. وكون ان انا طول ما انا بتعلم افكار جديده يبقى انا كده في الامان يعني. لعند ليله الامتحان، ليله الامتحان هتشوفي اسئله برضه اول مره تاخدي فكره عنها، فتدخلي عادي الامتحان وانت مطمنه ان شاء الله. الموضوع محتاج منكم حل، محتاج منكم حل كتير يعني. المفروض في العشرة 15 يوم اللي جايين، انتوا أول اختبار عندنا يوم 7، فطبيعي المواد كلها مثلا هتبدأ توقفها من يوم 3 عشان تسيب قبل الرياضيات 4 أيام ولا كذا يوم تقدر تذاكر فيهم رياضيات بس. فالمواد كلها اللي عند اليوم ده على الأقل بتحللك كل يوم ولا يوم ويوم اختبار في كل مادة، اختبار كامل. عشان المفروض إن أول اختبار هتحله، لو الاختبار مثلا 30 سؤال انت هتغلط في 10، ما هماش كتير، وده شيء طبيعي. ازاي مش كتير؟ ده تلت الامتحان غلط. ايوه، ما هو اول اختبار هغلط في 10،
تاني اختبار هغلط في 8 بس، تالت اختبار هلاقي نفسي بغلط في 6. فبكتر الحل تلاقي عدد أخطائك تقل تدريجي كده. تفضل بقى في الفترة اللي هي قبل الاختبارات بأسبوع تلاقي الاختبار يطلع عندك فيه غلطة، اختبار ما تخطئش فيه، اختبار كله صح كده. ده الطبيعي. أما بقى ما تحلش اختبارات ويكون الاختبار الوزاري اللي انت داخله انت هو ده أول اختبار تحله، دي كارثة. حتى لو انت بتحل كويس ومستواك حلو وكل حاجة، مفيش الكلام ده. في حاجة اسمها اختبار ملخبط لي المقرر كله في بعضه، وانا عمال احل اي سؤال من اي اتجاه، مرة اقمار، مرة اهتزاز، مرة طاقة، مرة حركة دائرية، مرة جاذبية، تلاقي المنهج كله داخل في بعضه في الاختبارات. فتعرف انت تفنط الاسئلة في دماغك وترتيبها يكون مظبوط بالنسبة لك. اما ان انا افضل احل على اجزاء ويكون الاختبار النهائي هو اول حاجة شاملة ليا، ده كارثة. فعودوا نفسكم بقى من الوقت، اختبارات وزارية تقابلوها حلوها، اختبارات تجريبية حلوها. لا، عايز اقول لك لو في جزء من المقرر نفسه انت مش مذاكره كويس او مش متمكن منه في الحل، ما تروحش تحل عليه لوحده، ادخل حل اختبارات نهائية. طب ازاي وانا مش مذاكر؟ ايوه، ما هو الاختبار النهائي السؤال اللي جه فيه هو اللي هيعرفك موضع السؤال في الجزء ده فين وازاي، فتفهم الفكرة نفسها اللي هو بيسأل عليها في الامتحان. ما تضيعش وقتك في حاجة ملهاش لازمة. فأوصيكم يعني بالامتحانات الامتحانات 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 من هنا للسنة الجاية. اللي عليه الدور بيان. طب يا مستر عادي ممكن تبعت لنا الملزمة اللي بنحل منها دلوقتي؟ هبعتها لكم، هي كده كده قدامها 48 ورقة، هبعتها لكم عادي مفيش مشكلة. يا بيان. آم، السؤال الأول. جسم كتلته 0.2 كيلوغرام، ربطه في طرف حر لنابض مرن معلق، رأسه الثابت قوة 18 نيوتن. فإذا سحب الجسم لمسافة 25 سنتيمتر ثم تركه ليتحرك حركة توافقية بسيطة، ما مقدار الطاقة الكلية للجسم؟ الطاقة الكلية نص أم صح؟ نص الطاقة الكلية. نص A تربيع أوميجا تربيع في M. تمام أهو. نص ايه ام اوميجا تربيع. هي ايه تربيع؟ نص ام اوميجا تربيع ايه تربيع. طب وبعدين؟ فأعطاني ال M 0.2 وال A هي، فإذا سحب الجسم 0.25، والأوميجا راح طلع من قانون تبع جذر الكي على الأم، صح؟ طب انت ليه تتعبي نفسك؟ طب ما تقولي نص كي ايه تربيع على طول، ويبقى نص عن ضرب. جد صح. اه شفت، سبحان الله الدنيا دي مش دايما حاجة. نص 80 في 5 0.25 تربيع يطلع كام؟ 2.5. انت عديتي بقى الأولى ليه؟ السؤال المهم يعني. أي سؤال؟ رقم واحد ده. فكرت حليته. طب قولي بقى. ما قوة ما القوة الجاذبية المتبادلة بين جسمين في الشكل أدناه، علما بأنها متساوية في الكتلة ويتحرك حول دائرة نصف قطرها R؟ يعني أول واحد. غلط، هو المسافة بين مركز الكتلتين دول كام؟ 2R. ايوه بقى ركزي عشان ما انت حر. 2 ار يبقى الاف يساوي الجي ام كابيتال ام سمول على 2 ار تربيع، يطلع كام؟ 4R تربيع من تحت ممتاز، يبقى سي. أوكي فهمت. يلا يا سما. الشكل بندول بسيط يهتز بحركة توافقية بسيطة. إذا كان الزمن اللازم لانتقال البندول من الموضع A إلى C يساوي 0.05، ما هو الزمن الدوري؟ هنقول 0.05 في 2 عشان من A ل C نصف اهتزازة، فهيبقى 0.1. تمام. هو الفكرة هنا ان من ال A لل C نص اهتزازة، فالزمن الدوري هيبقى 2 في التي اللي هو مديهالي، يعني 2 في 0.05 تطلع ب 0.1. حد هيقول لي لا انا قلت ان الزمن الدوري هو الزمن الكلي على عدد الاهتزازات يعني 0.05 وده نص اهتزازة، برضه يطلع 0.01. احسبها زي ما تحسبها. اللي بعدها يا سما. أي سما. الكميات التالية لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة تصل إلى قيمتها العظمى عندما يكون عند أقصى زحف؟ طاقة الوضع، ليه؟ عشان هي بتزيد كل ما الجسم بيبتعد عن موضع الاتزان. تمام. السؤال اللي بعده يا روان. على أي بعد من سطح الأرض تساوي شدة مجال الجاذبية G/4 من قيمتها على سطح الأرض، وR هو نصف قطر الكوكب. R الإجابة R. عملتها ازاي؟ أنا بحط تحت الجذر 4 - 1. تمام. هو لو عملتيها تحت الجذر 4 - 1 كده تطلع جذر 3.
لا لا، 4 جوه تحت الجذر وبره ناقص اه، واحد. الواحد بره، تمام جدا. الواحد ده اللي هو ار، بس الناس اللي معانا تبقى فاهمه انت بتحل ازاي. اللي روان عملته، قالت جذر الاربعه ده ليه؟ لان هي عارفه ان الجي بتتناسب عكسي مع ار تربيع، فشافت التغير اللي حصل في الجي قلبته وخدت جذره، يطلع جذر الاربعه. طرحت منها الواحد اللي هو ار كابيتال، يعني ده ار سمول ناقص الار كابيتال، هيطلع لها الاتش. بس طبعا هي شغاله تناسب مباشر بدون كتابه ارقام. الناس اللي متعوده تكتب هتقول الجي بتساوي الجي كابيتال ام كابيتال على ار تربيع، يبقى ربع بيساوي واحد ضرب واحد على ار تربيع، هضرب ضرب تبادلي، يعني الار تربيع باربعة، الار تطلع باتنين اللي هي جذر الاربعة. عايز الاتش، هروح اقول له 2 ار ناقص الار يدينا الار. كده ماشي، كده ماشي. كون ان السؤال اختياري مش هيحاسبك على الخطوات. السؤال 6، انت برضه. يمثل المخطط في الأسفل تغيرات التسارع بدلالة الزمن خلال زمن دوري واحد. الجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة عند أي لحظة زمنية تكون سرعة الجسم معدومة. عند الزيرو. لا، ويت. هو ايه ال A وال B وال C دي؟ الاي والبي والسي، انت المواقع اه. اعتبريها واحد. ال A دي واحد ثانية، ودي 2 ثانية، ودي 3 ثانية، ودي 4 ثانية. يلا. هم. في أكثر من واحدة. اللي هم مين؟ 1 و3. واحد وتلاتة غلط. 4. 2 و4. ليه؟ لأن المفروض سرعة الجسم تساوي صفر لما التسارع يبقى ماكس والإزاحة تبقى ماكس، صح؟ أيوه. فيبقى النقطة 2 التسارع عنده قيمة عظمى موجبة، يبقى الإزاحة قيمة عظمى سالبة والسرعة صفر. النقطة 4 التسارع عندها قيمة عظمى سالبة، يبقى الإزاحة قيمة عظمى موجبة والسرعة صفر. طيب السؤال اللي بعده يبقى ايه؟ جسم معلق في زنبرك يهتز بحركة توافقية بسيطة حول موضع الاتزان المشار إليه بالخط المتقطع. أي الشكل يمثل أقل طاقة وضع؟ أقل طاقة يعني وضع بيكون مكانها فين؟ عند الموضع اتزان. اللي هو مين اللي عند دي الخط اللي نقط ده؟ بي. اللي بعده انت برضو. أوكي. إذا كانت قوة التجاذب بين كتلتين تساوي 40 نيوتن، فكم تصبح هذه القوة إذا تضاعفت المسافة بينهما؟ شو كان القانون؟ القانون اف جي بيساوي ايه؟ قانون نيوتن للجاذبية. أم... نيوتن الجي ام كابيتال ام سمول على ار تربيع، الجي ثابت، إيه. الام ثابت، الام ثابت، على الار زادت للضعف، يعني 2 تربيع تبقى الناتج. 1/4 رح نضربها بهاي حتطلع 10. بس سكتة ليه طيب؟ يلا يا سما. كم يكون طول البندول إذا كان زمنه الدوري يساوي 2.77 و السرعة الجاذبية 9.8. قانون ال L 2 باي في T، 2 باي في T على G، أو العكس. ركزي يا سما، اكتبي. مش حافظة القانون ما تكتبوهيش بتسرع. اكتبي قانون الزمن ربعي واضربي ضرب تبادلي وطلعي قانون ال. قانون ال التي ايه؟ 2 باي جذر ال L على G. لما نربع الطرفين يبقى القانون الجديد. هيبقى T تربيع في 4 باي تربيع ضرب L على G. طيب أنا عايز ال. هضرب ضرب تبادلي وهقسم على 4 باي تربيع. بس كده، ما تتسرعيش عشان ما تخطئي. انا اخد وقت زياده في المساله واطلع نتيجه صح، بس ما احسبهاش غلط. الجي طبعا 9.8، التي ب 2.77 تربيع على 4 باي تربيع. هيطلع 1.9. اللي بعده انت برضو. الحركة التوافقية البسيطة لجسم يعبر عنها بالمعادلة A ساين أوميجا تي زائد باي على 2. أي مخطط يمثل هذه المعادلة هندور على اللي نفس الطور، فتبقى B باي على 2. تمام، اللي باي على 2 هيبقى ده. السؤال اللي طبعا المعادلة دي لو شفناها في الامتحان، احنا اتفقنا لو شفنا اكس بتساوي الاي كوزين الاوميجا تي، هيها ساين اوميجا تي زائد باي على 2. ليه؟ لان احنا عارفين في الرياضيات ان الباي على 2 اتفقنا بتغير الدالة المثلثية من ساين لكوزين. يعني لو شفت الدالة كوزين اقلبها ساين وزود عليها باي على 2. طب اللي عارف رسمة الكوزين اصلا بتبدأ من قيمة عظمى، ما عندكش مشكلة تختارها على طول من غير ما تحول. بس أهم حاجة تكون عارف إن الفاي بباي على 2. لحظة السؤال يا اللي مستر، مش فاهمة، ممكن تعيد تاني؟ أخدت في الرياضيات يا دكتورة روان إن ساين السيتا زائد الباي على 2 هيها كوزين السيتا. بس ليه؟ لأن ال90 وال270 لما أجي أشيلهم من الزاوية بيغيروا الدالة المثلثية من ساين لكوزين، صح؟ تمام.
طب انا جيت في الامتحان لقيت الاكس بتساوي الايه كوزين الاوميجا تي، هل معادله الاكس بدلاله الكوزين؟ لا، بدلاله. الساين. انا عايز ارجع الداله لاصلها، فقمت قايل له يبقى الاكس بتساوي الايه ساين، رجعتها من كوزين لساين، تضيف الباي على 2 تاني مكانها. تمام. لحظة، يعني ما فرقتش في الآخر؟ هما الاتنين زي بعض، بس هتفرق معاك في ايه بقى؟ لو جاب لك الداله بدلاله الكوزين وقال لك الفاي بكام، هتقولي ايه؟ يعني انت قصدك لما بتبقى عند الكوزاين زيرو، لما احط الساين هحط باي على 2. بالظبط، عشان اطلع ثابت الطور، ما هو الفاي ولو هيبقى كانت لو كانت كوزاين باي على 2 هتبقى ساين باي. ترجع بالظبط كده. هتبقى تمام. سالب، هو لو بتحولي من كوزين لساين هيبقى في اشاره، بس هترجع باي باوميجا تي بس. تمام. تمام. طيب السؤال اللي بعده انت بقى، يلا. أنا اه. أوكي، إذا كان السرعة العظمى للبنادول يتحرك حركة توافقية بسيطة تساوي 1 متر على الثانية، وكانت ساعة الاهتزازة ال A 0.5، احسب التردد الزاوي للبندول اللي هي الأوميجا بتساوي ال V. لأ، أيوة V max على ال A هتبقى هتبقى 1/0.5، اللي هي 2. تمام. 2 رد على الثانية. اللي بعدها. سرعة البندول، يعني هنعمل المعادلة، هتكون ال V بتساوي الأوميجا A كوزين الأوميجا T بلس فاي، وقال لي السرعة عظمى يعني هتكون الفاي باي على 2. ماشي. صح ولا؟ سرعة قيمة عظمى لبندول، يعني أنا بادئ من موضع اتزان يعني زيرو. الفاي صفر، لأن لو أنت رسمت الرسمة كده يا روان، ده الفي، النقطة دي واحد، وتقدر تطلع الزمن الدوري من الأوميجا. الزمن الدوري كام؟ 2 باي على 2 اللي هو باي. 2 باي على 2 هيطلع معايا باي. أو أنا ممكن أصلا ما احتاجش الزمن الدوري، هو السرعة بدلالة بدلالة الإزاحة إيه؟ أنا عندي سؤال قبل ما تكملي، هو أنت هتجيب الفاي ليه طيب؟ عشان تعملي معادلة الفي؟ اه. طب ما انت هتعملي معادلة الفي هتحتاجي الزمن اللي تجيب عنده السرعة، هو مديكي زمن ولا مساحة؟ اه. أيوة. يعني هو لو انت هتكون هتكوني المعادلة هتطلع معاك الفي بتساوي الفي ماكس كوزين الأوميجا تي بس. بس أنا معيش تي أصلا اللي هعوض بالمعادلة فيها، أنا هستخدم الإكس بقى. هتكون مم. هتكون ال V equal سالب موجب الأوميجا تحت الجذر A سكوير ناقص X سكوير. بالظبط كده، وعوض الأوميجا 2 جذر الإيه كام؟ ال A 0.5. تربيع ناقص الإكس 0.3. 0.3 تربيع، يطلع الناتج كام؟ 0.8 متر على الثانية. اللي بعده، عايز مقدار طاقة الحركة عندما يكون على بعد نص، يعني عند موضع أقصى إزاحة، طاقة حركته. اللي هي نص يا نص حاجة KA سكوير. هتحسبي إيه؟ هتحسبي إيه؟ بقول عند موضع زيرو. أقصى على طول، ولو حسبتيها أصلا نص كي سكوير ده، أنت كده بتحسبي طاقة الحركة عند موضع الاتزان، عند إكس بصفر مش عند إكس بزيرو بوينت فايف. ماشي؟ يعني لو هجيبه بالنص A سكوير M أوميجا سكوير. هتجيبي من قانون اي كي بيساوي نص ام اوميجا سكوير افتح قوس اس سكوير ناقص اكس سكوير، الاي ب 0.5 صح تربيع. يعني أنا لو كنت بحل حاجة ولقيته مش مديني، يعني في معلومات أنا مش لاقيها أحط زيرو. على طول من غير مش حوار من المعلومات انا مش لاقياها، انت لو بصيت فوق في المساله هتلاقي المعلومه، بس القانون اللي انت كنت بتستخدميه غلط. القانون اللي هو ان انا نص ام اوميجا اس سكوير ده قانون الاي كي عند موضع الاتزان، عند اكس صفر. هي تمام. طاقه الحركه قيمه عظمى فين؟ عند عند أقصى إزاحة. طاقه الحركه عند ال A. موضع الاتزان. لا طبعا عند ال الوضع هي العظمى، الحركة صفر. مم. كنا بنقول عند موضع أقصى إزاحة السرعة صفر فالحركة صفر، أما الإكس كانت إيه والإي إي طاقة الوضع هي اللي كانت إيه؟ ماكس. أه. فهو هنا بيقول لي أنا عايز طاقة الحركة عند أقصى إزاحة، ما على طول صفر. طب أنا عايز أعوض في القانون، قانون الإي كي نص إم أوميجا تربيع إيه تربيع ناقص إكس تربيع، الإيه ب 0.5 والإكس ب 0.5، لما أطرحهم من بعض مش هيديني صفر. أيوة. بس فلو بالتعويض تتعوضي ايه تربيع ناقص اكس تربيع، لو من غير تعويض يبقى صفر على طول عشان ده قيمة عظمى. تمام. تمام. فل. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية.